ازيكم يا حلوين؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بألف خير يا رب. وحشتوني كتير قوي. النهارده بقى كده المشرف بصراحة قال لنا على مكان نعمل منه مشتريات. طبعا الهدية بتاعت العمرة. فجبنا سوق اسمه الكعكية. هو ده اصلا مول. فقلنا بقى ايه، ننزل نشوف الدنيا فيها ايه هناك. فخلاص انا كده وصلنا تمام المول. فهشوف كده بقى هلاقي اللي انا عايزاه ولا لا، وهرجع لكم تاني. هنا كده احنا لسه في الشارع، لسه ما دخلتش المول. طبعا ده كل الحاجات اللي بتتباع بقى هنا تقريبا. شايفين؟ هم قالوا لي ان طبعا المكان هنا اسعاره حلوه جدا، مش غاليه. لان بصراحه في مكه والمدينه لقيت الاسعار كده خزعبليه. تمام. طبعا هنا المكان مشهور جدا بالبلح. بلح هنا عايزه اقول لكم تحفه ملوش اي حل. يلا بقى ندخل المول. هنبدا بقى ندخل المول دلوقتي. صوروا وابعتوا لنا الفيديو كده داخلين المول. ده البدايه. تمام. طبعا مصليات هنا اكتر حاجه مشهوره للهدايا. طبعا الجلاليب والسبح والكلام ده. عايزه اقول لكم ان الدنيا زحمه جدا. بكام يا؟ بتاع انسيان بكام دي؟ طبعا انا كنت حابه اخد من الحاجات دي، بس خايفه جدا ان هي تغير اللون بتاعها. وبيقول لي دهب صيني، لو ما جبتيش جنبها اي معطر خلاص هتحتفظ يعني بالجولد بتاعها. شايفين الطقم ده؟ عجبني جدا بصراحه، تحفه. هاخد واحد لواحده صاحبتي سعوديه من جده. هاخد لها طقم زي دوت، هو قيم وحلو جدا، فهاخده ان شاء الله ليها. عجبني ليها قوي. عايزه اقول لكم بقى ان انا رجعت من مول الكعكيه. قلت بقى خلاص طالما الاسعار نفس الاسعار اللي جنبنا، يعني جنب الفندق، خلاص ايه اللي يخليني اشيل يعني من المكان وهركب وكده. فاجيب الحاجات من مول الصفوه، هما نفس الاسعار والمكان قريب يعني. فبس انا جبت طبعا من سوق الكعكيه حاجات مش كتير، حاجات بسيطه، لكن جبت بقيه الحاجه من مول الصفوه. مول الصفوه دوت في شارع اجياد جنب الحرم يعني، او في ساحه الحرم اوريدي. فانا طبعا عايزه اقول لكم ان مفيش حاجه اسمها مكان ارخص من مكان. انا شايفه كل الاماكن نفس الاسعار بيبيعوا بيها، الا بقى لو في حد انتوا بقى اتكيتوا عليه قوي ونزلتوا في الاسعار معاه شويه. لكن محدش بقى يقول لكم مكان ارخص من مكان، لا، كل الاماكن هنا واحد، الاسعار هي مفيش اختلاف تماما.
ورجعت لكم تاني دلوقتي الحمد لله. جبت الحاجات بتاعتي، بس بصراحة امبارح انا كنت جاية تعبانة جدا، ما قدرتش ان انا اصور الفيديو ولا الحاجات اللي انا اشتريتها. بس النهاردة برضو كان عندي مشوار لحد جدة كده، رحت وبرضو اشتريت شوية حاجات بسيطة يعني مش حاجات كتير. تمام. بس زي ما بقول لكم كده، ان انا امبارح نزلت الكعكية ونزلت مول الصفوة في مكة، يعني عند الحرم في الساحة بتاعة الحرم. وهوريكم بقى دلوقتي الحاجات اللي انا اشتريتها امبارح. بصوا انا اشتريت السبح دي. انا خلاص قررت ان انا اشتري يعني هدايا سبح ومسك للناس يعني اللي انا بحبهم. لازم اجيب لهم حاجة من ريحة مكة والمدينة طبعا. بصوا جبت لهم السبح دي، جبت 5 دست منها. طبعا انا مش هقول اسعار عشان دي هدايا يعني، فمش هينفع ان انا اقول اسعار حاجة. تمام. جبت اللون اللي هو الزهري ده، وجبت كمان الابيض، وجبت الاسود، وجبت اللون البينك ده، وكمان شوية كده من الجولد، واخدت اللون اللبني ده. طبعا هي مش باينه جد قوي يعني علشان في الكيس بتاعها، بس عايزه اقول لكم ان هي في الطبيعه الوانها تحفه جدا، حلوه قوي. شايفين؟ بسم الله ما شاء الله، يعني فعلا دي احلى هديه. هفتح لكم كل الالوان واوريها لكم عشان تشوفوا جمالها. شايفين؟ ده اللون اللي هو الجولد، هوريلكم كمان اللون البينك. شايفين جماله؟ عايزه اقول لكم ان انا مبسوطه جدا وانا بجيب الحاجات دي. هي بصوا هي حاجات بسيطه، انا ما جبتش هدايا يعني قويه ولا جامده، بس يعني جايبه حاجه بسيطه وفي نفس الوقت حلوه جدا. انا عاجبني بقى اكتر لون اللي هو اللون الاسود، شكله قيم كده وفخم جدا يعني اللون. بصوا كمان اللون الابيض، بصراحه انا ما كنتش هينفع ان انا اكون في السعوديه في ارض الحرم يعني، وما اجيبش حاجه من هناك، هدايا بسيطه جدا بس يعني حاسه انها يعني كل الناس هتبقى مبسوطه بيها اللي هياخدوها يعني. بصوا بقى اللون الذهبي، وزي ما قلت لكم هي دي السبح اللي انا جبتها. تمام. جبت طبعا بقى مع السبح، جبت اللي هو الباكت المسك ده. عايزه اقول لكم حلو جدا، هو مسك الحرم فعلا، الريحه بتاعته اللي انا بشمها في الحرم. تمام. عجبتني جدا وقلت دي مناسبه جدا مع السبحه، يعني انا مش هقدم السبحه بس، لا هقدم معاها المسك ده. جبت ال3 دول. تمام. بصوا دي شكلها،
تمام. كمان جبت البلح ده، بس البلح دوت هو مطلوب مني، ابن اخو محمد مأمني امانه ان انا اجيب له علبه، فبصراحه ما اقدرش ان انا ازعله. جبت له علبه، وجبت بقى لولادي العلبتين دول، هما بس الثلاثه دول اللي انا جبتهم. جبت كمان الهديه دي اللي انا قلت لكم امبارح عليها، اللي هي عجبتني. جبت الطقم ده لواحده صاحبتي في جده. انا طبعا كنت رايحه ازور حمات اخويا وكده عشان هي من جده، وليا واحده صاحبتي هناك، فقررت ان انا اجيب لها الطقم ده. عجبني قوي وحسيت ان هو كده كيوت وجميل وقيم، فحبيت ان انا اهديها بيه. تمام، شايفينه طبعا مش هقدر ان انا افك الاسترتش راب عشان يعني ما يتكسرش او حاجه. تمام. كمان جبت البرفانات دي، طبعا انا جبت لابني واحده وجبت لجوزي واحده. تمام، ومعايا 2 كده زياده، يعني مش عارفه يعني مصيرهم ايه يعني، بس انا حبيت ان انا اجيب 2 زياده. تمام. امير العود، عايزه اقول لكم طبعا في المحل تيست جربته وعجبني ريحته جدا جدا، فعشان كده جبته. طبعا مش هقدر افتحه عشان هو معمول بالسلوفان كده ومش هضيع شكله يعني، فزي ما بقول لكم كده جبت 4. شيلهم كده على جنب عشان اوريكم بقى اللي جاني النهارده. طبعا انا قلت لكم ان انا كنت في جده عند حمات اخويا وكده، وعايزه اقول لكم بقى في واحده حبيبه قوي 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 اول مره ان انا اشوفها النهارده، والله بجد اول مره ان انا اشوفها، مشفتهاش قبل كده. عايزه اقول لكم ان هي هدتني البرفيوم دي. طبعا انا مرضتش ان انا افتحها، بس قلت هفتحها معاكم واشوف ريحتها ايه. بس يعني بجد انا مبسوطه جدا بالهديه دي. هي بجد هي ست كبيره قوي في السن كبيره يعني، ربنا يا رب يديها الصحه والعافيه يا رب. بصوا الازازه شكلها ايه، شكلها حلو قوي. الله، بجد تحفه، بجد بجد تحفه. وعايزه اقول لكم بقى ان مش دي بس اللي هي هاني، كمان طبعا ماما كانت تعبانه ما قدرتش انها تيجي معايا جده انا واختي، فعايزه اقول لكم ان هي كمان بعتت لها الازازه دي. بصوا هي ماما طبعا ما استنتش وفكت السلوفان بتاعها، ما استنتش ان انا افتحها معاكم. وكمان اختي جات لها ازازه برفيوم برضو، بس عايزه اقول لكم بقى هي في الغرفه بتاعتها ما اديتهانيش يعني ان انا اوريها لكم. تمام. طبعا ماما شمت ريحتها وعجبتها جدا. بصوا عايزه اقول لكم ان هي ريحتها قويه قوي بجد ربنا يعني يخليها ويديها الصحه والعافيه يا رب، ويكرمها كده زي ما بتكرم ضيوفها. تمام. وعايزه اقول لكم ان هي يعني من عبد الصمد القرشي تمام. وفي بقى حاجه تانية هوريها لكم برضو، وعايزه اقول لكم ان هي هديه
بس كانت هديه كده ولا على البال ولا على الخاطر يعني، هي جت بالصدفه كده باي لك. بصوا انا كنت حابه ان انا اجيب لبناتي حاجه. طبعا هنا في مكه وفي المدينه ملقيت لهمش اي حاجه حلوه، ما عجبنيش حاجه هناك خالص. ستايل اللبس مش لطيف ومش حلو. فعايزه اقول لكم بقى ان انا ما عرفتش ان انا اجيب لهم حاجه، فقلت خلاص لما اروح جده اكيد هلاقي حاجه هناك كويسه. بصوا جبت الجاكيت الجينز ده. بصوا انا مش عارفه انتوا شايفينه ولا لا، بس هو شكله لطيف كده. انا كنت شايفاه على دريس قصير مشجر، بس انا حسيت ان هو هيبقى صغير على البنات. تمام. فمش عارفه انتوا شايفينه ولا لا، الستايل بتاعه هو لطيف قوي. طبعا انا جبت 2، ما ينفعش ان انا اجيب لواحده والتانيه لا، وبالذات ان انا بلبس بناتي زي بعض، بحب البسهم نفس الالوان ونفس الشكل وكل حاجه. ده الكبير بتاع بنتي. هقول لكم بقى الحدوته بتاعت الجاكيتين دول. انا طبعا عجبوني وقلت هاخدهم لبنوتاتي الاتنين. فعايزه اقول لكم ان انا جيت احاسب صاحبتي اللي انا قلت لكم ان انا جايبه لها الطقم ده. عايزه اقول لكم جريت على الكاشير وكده واصرت جدا جدا ان انا ما حاسبش، وهي اللي حاسبت عليهم بصراحه. وكنت مصره جدا، وهي راحت قالت لي طب خلاص، وراحت واخده فعلا مني الفلوس. واول ما خرجت من المول وكده لقيتها بتديهم لي، بتقول لي والله العظيم هم دول للبنات، خلاص انا جبتهم لهم، وكمان انا كنت عايزه اجيب لهم الفساتين وانتي ما رضيتيش وكده. انا فعلا ما رضيتش لان حسيت ان الفساتين هتبقى صغيره عليهم. انا كمان يعني انا جبت مقاسات اكبر عشان طبعا ده يعني احنا في مصر والسعوديه مش هينفع تغيير ولا الكلام ده، ومرضتش يعني ان انا ان انا اجيب حاجه صغيره. قلت لما تبقى الحاجه كبيره احسن ما تبقى صغيره، مش مشكله حتى ان هم يلبسوها دلوقتي. بس انا كنت مصره جدا، مع ان انا ما كنتش لاقيه زي ما قلت لكم حاجه هنا. كنت قلت خلاص، البنات قالوا لي خلاص يا ماما هاتلنا من مصر وكده، بس انا حبيت ان انا اجيب لهم حاجه من ريحه السعوديه يعني. بس فعشان كده قلت لو هجيب لهم كل واحد حاجه، وبعدين لما انزل ان شاء الله هجيب لهم اللي هم عايزينه بقى. لان انا كنت بصراحه كنت قلت هملا لهم شنطه كده ليهم حاجات محتاجينها، ملابس يعني. بس وهو ده الفيديو بتاع النهارده. يا رب يعجبكم ويكون خفيف على قلوبكم كده، واقول لكم مع السلامه.